أنا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده بشكل علني أو بشكل رسمي، وطبعا لكل مقام مقال، وأنا فاهم ده كويس جدا. لكن أنا ما أظنش إنه ليا الخيار إن أنا أختار أسكت ولا أتكلم. الموضوع لازم يتفتح ولازم أتكلم. أنا كبرت وفي حياتي ستات كتير جدا. اخواتي عندي 3 أكبر مني وأصغر مني. عندي طبعا والدتي. ستات ونساء كتير جدا موجودة في أسرتي وعيلتي. طبعا زوجتي. عندي بنات، بنتين. وأنا عارف الناس هتقول هتتكلم بقى في البنات، مالكش دعوة بالبنات، خليك انت في الرجالة. وأنا عارف موضوع حساس بالذات لما الراجل يتكلم عن أمور متعلقة بالستات والنساء. وأنا بقولش إن في بقى الفيمينيزم وكده، لكن أنا فاهم الموضوع ده. لكن أنا بصراحة تعبت من القصة دي، ويعني عانيت منها لسنين طول حياتي. فحاسس ان انا لازم اتكلم فيها، يعني لانه الموضوع ده مهم بالنسبه لي. يعني انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم انتوا الستات لما تقفوا قدام المرايه وتحطوا الماسكارا، ليه بقكم مفتوح؟ ليه فاتحين بقكم؟ ليه؟ حد يفهمني يا جماعه. ليه؟ يعني انتوا بتحاولوا تعملوا حاجه حلوه في نفسكم وكده يعني انا اسف. انا اسف والله. انا عارف انه المزح ده ودي رخامه وزناخه. انا عارف، انا اسف، بس النهارده جمعه. بحبكم في الله والله. جمعه مبارك عليكم يا احبابي يا جمال. نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.